ليه صلاة التراويح اسمها تراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في رمضان كان بيصلي في المسجد، فالناس كانت بتصلي بصلاته، وصلى في الليلة التانية فالناس كتروا، وفي الليلة التالتة بقى الناس اتجمعت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش للصلاة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، لما لم تحضر للمسجد؟ فقال لهم: خشيت أن تفرض عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة، فخاف إنها تتفرض عليهم، علشان كده ما راحش المسجد. وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقى إن الناس جماعات متفرقة، وكل اللي عمله إنه جمعهم في صلاة التراويح اللي هي بعد صلاة العشاء، وكان بيصليها 20 ركعة. طيب ليه صلاة التراويح بقى اسمها كده؟ وده لأنها بتتصلى على شكل ركعات متتالية، وبين كل 4 ركعات بيبقى فيه فترة راحة أو استراحة. بس خدوا بالكم بقى إن التراويح ملهاش عدد ركعات معينة، يعني في اللي بيصلي 8 وفي اللي بيصلي 11 وفي اللي بيصلي 30 وفي اللي بيصلي 100، ده ملهاش عدد. عرفتوا بقى ليه التراويح اسمها تراويح؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.